المهم يعني نزلت اشتريت هدوم. كلم مين؟ حبيبتي. اقفل يا ابني، اقفل يا ابني واتقي الله. طب اقفلي دلوقتي كده. انت مش هتبطل يا عم تعيش عليا الدور ولا ايه؟ وبعدين انا سألت شيخ بيفهم اكتر مني ومنك. سألته على ايه؟ قلت له بحب واحدة وبكلمها واخطبها. وقال لك ايه؟ حلال. قال لي حلال واتكلم براحتك. شيخ منصر ده. هو ده كمان غلط؟ حتى الشيخ كمان غلط؟ هو انت مفيش حد بيعجبك ابدا؟ ما لما يبقى شيخ ويقول لك كلم اللي بتحبها عادي يبقى مجنون، يبقى شيخ جاكسون. انا سألته وهو رد. لا انت سألته ولقيت الجواب على مزاجك وسكت. هو اللي هيتحاسب. لا وانت كمان. وانا مالي؟ انت لما تشتري عربية وعايز تتأكد ان هي سليمة ولا لا، تروح المركز فحص واثنين وثلاثة واربعة، ولما صاحب العربية يزهق ويقول لك كفاية بقى تقول له انا حر، انا بدفع فلوس، مش عايز يضحك عليا. لكن في الدين ندخل بقى ونكتب على جوجل هل يجوز كذا وكذا وكذا، ولو طلع يجوز بنعمل بيه. وده الغلط، لازم نسأل شيخ واثنين وثلاثة، ده دين وده اللي بايلنا في الدنيا. وسلم لي على شيخ جاكسون. للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.